الطريقة الصحيحة في التسبيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان يسبح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا بقلد تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام. كان يسبح بيمينه الثابت، يجوز اليمين واليسار لكن اليمين أفضل، وكان يعقدها. احنا شلون نسبح بالطريقه هذه؟ ما هكذا سبح النبي عليه الصلاه والسلام. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لما شاف واحد من الطلبه في الدرس يسبح بالطريقه هذه قال هذا الفعل خلاف السنه. كيف سبح النبي؟ كان يعقدها عليه الصلاه والسلام كما جاء عند الترمذي وابو داود من حديث يسرى بنت ياسر رضي الله عنها انه كان يعقدها هكذا. العقد يعني سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد، او تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعقدها، او تضرب راس الاصبع هكذا يعدها بالانامل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا بالطريقة هذه. سبح يمين ويسار يجوز لكن أفضل باليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله لبس نعاله وفي ترجله شعره يعني وفي شأنه كله. انشروا المقطع وخلنا الناس تستفيد. عسى ربي يأجركم على نشر السنة.